حشوة دياي لذيذة وإجرامية. جرب هالحشوة هذه، طعمها جدا لذيذ ومميز، وفيها شغلة واحدة هي اللي محلية الحشوة هذه. الحين تشوفون شنو هالشغلة اللي ضفتها مع حشوة الدياي. هذه المقادير: عندي بصل شرايح، حمست البصل شوي لما ذبل، حطيت عليه صدور دياي قطعتهم شرايح ضعيفة، ممكن تقطعونها مكعبات صغيرة إذا تبون تحشونها سمبوسة أو سبرينج رول. حطيت الثوم، هذا السر بأنه خلى الحشوة لذيذة. الدارسين، تحطون دارسين، فلفل أسود، بودرة الثوم وملح، وقفشتين صويا صوص، وفلفل بارد ملون، وتضيفون عليها ذرة. طعمها مو طبيعي. بعد ما تستوي الحشوة تحطون فوقها شي كأنكم ما تدرون جبنة موتزاريلا، وتخلون الجبن يذوب على الحشوة. وقليت طبعا يمها بطاط علشان أحشيها معاها بالساندويتش. حشيت الساندويتش أول شي بخس ومايونيز، بعدين حطيت فوق هالخلطة هذه جبن، يعني الساندويتش حالاته انه يكون كذي في جبن ومتروس اجرام. بعدين حطيت مخلل، وفوقها هالخلطة العجيبة. شوفوا الجبن شلون يتمقط، وايد وايد لذيذة، وممكن تاكلونها مع خبز، ممكن مع عيش. وفوقها حطيت بطاطا وسكرتها، وعلى الشواية لما ذاب الجبن. وهذا كان شكلها النهائي. قدمتها مع بطاط وايد لذيذة، جربوها وإن شاء الله بتحبونها.